ان تمارين الضغط دي تتعمل بكف الايد كلها، لكن صدقوني انا كمان اتفاجئت بالتقرير وان عنده امكانيات كتيره جدا جدا. اعتقد ان لو ما دخلش من خلال الضغط هيدخل الموسوعه من خلال حاجات ثانيه. معانا محمد زينهم في شحم ولحم، اهلا بك. ازيك يا محمد؟ محمد زينهم من طنطا، خريج كليه التربيه الرياضيه الازهر. الشاب ده الصغير ده وهو في مراحل وفي كليه التربيه الرياضيه كان قعد 6 أو سنين على التوالي ياخد بطوله في المدارس الازهريه بطوله اللياقه البدنيه. هنعرف التفاصيل اكتر من خلال الرجل الوطواط او الكابتن محمد زينهم اللي موجود معانا في استوديو صباح الرياضه. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، واهلا بيك معانا في استوديو صباح الرياضه. انت على صباع واحد ممكن بالظبط، ممكن تشرح لنا بقى انت بتعمل ايه بالظبط بتفصيل يعني باللي احنا شايفينه ده؟ ده يا فندم بعمل تمرين ضغط على صباع واحد بايد واحده. طبعا هو الرقم اصلا بتاع جينيس 8 عدات ضغط على صباعين 2 بايد واحده، 8 عدات في الدقيقه. فهو طبعا طالبة من الطوب الأحمر بضربة يد واحدة. وفي مجال الجمباز يستطيع محمد أن يتعلق بالعقلة باستخدام أصابع قدميه فقط، متدليا بكامل جسده لأسفل ليشبه في ذلك حيوان الخفاش إلى حد كبير، كما يمكنه أن يثني جسده لأعلى وهو في هذا الوضع. هو عنده الموهبة بقى عالية وعنده موتور كنترول عالي جدا، يقدر يتحكم في أجزاء جسمه في أوضاع معينة، ودي طبعا مش موجودة في أي حد. ومن مهارات محمد الفريدة أيضا إمكانه التحرك صعودا وهبوطا بين حائطين باستخدام قدميه وكفيه، محتفظا بجسده مفرودا ثابتا ومتوازنا بشكل مثير للدهشة والإعجاب معا. كما يمكنه الجري على الحوائط طولا لمسافة قد تصل إلى 2 متر، وتكرار الأمر نفسه ولكن بشكل عاطل البدنية في قطاع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية ل6 سنوات متتالية. بطل مصري جديد يتلمس طريقه نحو العالمية عشان يخش اسم واحد مصري في هذه الموسوعة، وطبعا الموسوعة دي معروف ان يخشها العظماء، ناس تاريخيين وناس العظماء جدا بتاخده عشان خاطر توصل مع حضرتك. انا من سن البوكس لعبت تايكوندو، لعبت جودو، لعبت كذا لعب.